نبيل عيسى، العلاقة مع المخرج والأداء بتشوفها أفضل؟ يعني تركيبة إيه؟ هل تحب المخرج اللي يحكي لك كتير قبل الشخصية، اللي يعني يشحنك انا احب للشخصية؟ المخرج اللي بيحب الممثل، بيوجه الممثل. وفي مخرجين بيبقى مركزين بس في الصوره والكادر والاضاءه واللي ما اعرفش ايه، وفي ممثل بيركز بس مع الممثل، وفي مخرج بيركز في الاثنين. فانا بحب اللي بيركز في الممثل طبعا، والاثنين. في مخرجين معينين زي مثلا النهارده تامر محسن وهو بيتكلم وبتاع، ده يعني فاهم يعني ايه ممثل، وفاهم يعني ايه يدي للممثل ايه. فدي حاجات مفيده. يعني النهارده مثلا قعدت شفت الموضوع ده، في حاجات فايده انا سمعتها، حاجات جديده فتحت دماغي. فكرة العالمية للنجوم، يعني في ناس كتير شايفة العالمية ان انت ممكن فيلمك يسافر بره ويتعرض عالميا بنفس لغتنا، فيلم مصري عربي. في ناس بتعمل اوديشنز لحاجات بره. محمد دياب كنا بنتكلم على مارفل، في ناس راحت مثلت بالفعل في مارفل ودي عالمية. طبعا. نبيل عيسى، وهو انا عارفة انه بيتكلم فرنسي طبعا لانه مدرسة فرنسية، لو فاكر لسه اللغة. بيان سور. تمام. وانجلش فلوينت. انت شايف العالمية بالنسبة لك ايه؟ يعني بص اقول لك حاجه، انا مش ما اعرفش هو انا صح ولا غلط، بس يعني انا شايف العالميه دي دلوقتي بتبقى صعبه علينا يعني دلوقتي، لان يعني مثلا زي مثلا يعني عايز امثل في العالميه، في هيجيبوا مليون واحد زي نبيل عيسى عندهم، وامريكاني واصله مصري وبيتكلم، اه فاهمه؟ دلوقتي بقى كل حاجه متفتحه، كل حاجه سهله، مش زي زمان. يعني انا شايف طبعا. الموضوع زي يعني عمر الشريف لاكي برضو، اللي هو ده كان زمان وعشان برضه شاطر في الفرنساوي وانجليزي وكل دوت، فراح العالميه وكان حاجه مميزه في امريكا يعني.